كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. للأسف اطلالات النجمات خلال حفل صناع الترفيه جوي أووردز اللي أقيم في السعودية ما كانت كلها مثالية. في نجمات طلعوا بشكل بيرفكت ومثالي جدا، في نجمات ارتكبوا أخطاء كارثية قللت كتير من اطلالاتهم. بهذا الفيديو راح نستعرض أجمل الإطلالات في جوي أووردز وأسوأهم ووين كانت الأخطاء، فتابعوني. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستغرام، ويلا بينا نكمل الفيديو. نبدأ بالأخطاء. أنا بدي أبدأ بنادين نجيم. للأسف إطلالتها ما كانت راقية أو فخمة زي ما عودتنا عليها. نادين مكياجها وشعرها مع الفستان دمروا جمالها. الفستان ما كان راقي، شعر ما كان مزبوط، المكياج كان سايح على بعضه ومش لايق ابدا على ملامح وجهها. هلا بدي احكي عن ياسمين صبري. ياسمين صبري اطلالتها كانت خيبة امل للكل. كنا متوقعين اطلالة اجمل بكتير، لكن للاسف كان اختيار غير موفق للفستان. قماش الفستان جدا مستفز، تحسه قديم وتشيب، ما كان راقي ابدا قماش الفستان. غير انه الميك اب كمان مش لايق على الفستان. الفستان الوانه مع الميك اب حقيقي كانوا مش لايقين على بعض، مستفزين. نيجي هلا لوفاء الكيلاني. وفاء للاسف لا تسريحة شعرها ولا مكياجها كانوا مزبوطين. الشعر الناعم القصير مع الفرق اللي على جنب خلوا اطلالتها عادية، اما مكياجها كان خافي ملامحها تماما وعيونها كانوا باينين غيرين اكتر ما هم غيرين. وماذا عن لطيفة؟ اطلالتها للاسف قديمة وابدا مش مناسبة لاطلالة مهرجان، لا الكلتش ولا شيء مناسب. يمكن الإجابة في اللبس هو الميك اب والشعر، غير كده ما في شيء نقدر نقول عليه حلو. ونيجي هلا على الإطلالات اللي نقدر نقول عليها بيرفكت، ولو فيها أخطاء فهي أخطاء جدا بسيطة وتكاد لا تذكر. نبدأ بالملكة اللي كانت إطلالتها ما فيها ولا غلطة. حقيقة إطلالة أبهرت الكل بجمالها ورقيها. إطلالة كريس بشار ما فيها غلطة واحدة. الفستان، الميك اب، تسريحة الشعر، الاكسسوار كانوا بيرفكت ومناسبين جدا مع الفستان وللمهرجان، وحقيقي بتاخد 10/10 من كتر حلاوتها وجمالها. نيجي لجورجينا اللي كانت اطلالتها ملكية وجذابة وراقية جدا. الفستان والميك اب والاكسسوار كانوا جدا جميلين ومناسبين لجورجينا وللمهرجان. يمكن لو عندي تعقيب صغير هو بس على الخصلة الصغيرة اللي منزلاها والاكسسوار اللي في ايدها، كانت تفاصيل زيادة ما كان لهم داعي، بس هي بالنهاية كانت ملكة. هلا رح نيجي للعشق. نانسي عجرم دايما جميلة، دايما مذهلة، دايما رائعة. فستانها راقي جدا وفخم، قصته انثوية جدا. حتى الاحجار اللي مزينة الفستان ميديا الفستان فخامة ملكية. مكياج والشعر والاكسسوار ما عليهم اي تعليق ومناسبين لاطلالات نانسي الكيوت. وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم. قولوا لي شو رايكم بالاطلالات وانو اطلالة حبيتوا اكتر، اكتبوا لي بالكومنتات واحكوا لي لو الفيديو عجبكم. ولو حبيتوه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتابعوني على فيسبوك وانستغرام وتيك توك. باي باي.